عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي انا نزلت السوق ولقيت حد بيبيع الذره كده، فانا قلت له طب انا عايزاها وانا هسويها في البيت. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه ادي كوزين الذره اهوت، هنقشر الورق بتاعهم خالص بس بالراحه عشان ما تقطعوش الايد بتاعتها اهو يا حبايبي. انا مش عارفه الصوره واضحه ولا لا. ماشي، طبعا انا مولعه الفرن، انا كل حاجه هي اللي بعملها قدامكم. ماشي، قلت برضه عشان اللي عايز يجربه في البيت يجربه، اديني بجربه معاكم اهوت وهشوف هيطلع معايا ايه. بس هو ان شاء الله انا جربته قبل كده عند ماما، بس اول مره اجربه بصراحه هنا في البيت. فلما كنت بعمله عند ماما كان اخويا مثلا بيقعد يعمله على الفحم بس انا اول مره بقى هجربه في البوتاجاز. انا ماما برضو ربنا يديها الصحه كده ويشفيها كانت على طول بتعمله لنا في البوتاجاز اهو، واخويا كان يجيب الفحم ويقعد يشوي على الشوايه. بصوا ادي بصوا كام طبقه ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. كل اللي يبص كده ويقول سبحان الله. شايفين؟ بصوا سبحان الله فعلا. بصوا كل طبقه كده، كل ورقه تشيلوها تقولوا سبحان الله سبحان الله. واحد كل حاجه كده يقول عليها سبحان الله. ربنا يكرمنا جميعا. بالله عليكم يا حبايبي ما تنسوا تدعموني وما تنسوش تدعولي. شايفين الشعر الجميل ده؟ بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله. شايفين جميل ازاي؟ بصوا اهو. هنشيل الشعر ده خالص خالص كده، مش عايزين شعر خالص عشان ما يتحرقش مننا في الفرن. ماشي، هو في ناس بس قولوا لي بقى في التعليقات بالله عليكم، في ناس بتعمله بقشره، هل فعلا ده صح ولا ايه؟ انا مش عارفه بصراحه، يعني المعلومه دي صح فعلا ولا بيتعمل كده ولا ايه؟ ماشي اهو يا حبايبي. وهقشر التاني برضو وهحطه في الفرن. خليكم معايا يا حبايبي واللي هوريه لكم لما يطلع هو هنشوفه عامل ازاي كده لما يطلع ان شاء الله من الفرن. خليكم معايا، متنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايبي. يا حبايب قلبي الذره بعد ما طلع من الفرن شايفين جماله عامل ازاي وشكله يفتح النفس، رغم ان الجو حر والواحد مش مستحمل، بس هو ما بيطلعش غير في الصيف. يا رب بس تكون الطريقه سهله كده قوام وعلى السريع. انا قلت اوريه لكم لما طلع اهو يا حبايب قلبي. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا اهو. هو بس ما فيش الا اتحرقت مني حته بصراحه للامانه عشان انا سبتها، يعني ما عملتش كده، يعني كل 5 دقايق بروح قلباه. شايفين ما شاء الله جميل ازاي؟ ما شاء الله. يا رب بس تكون الطريقه عجبتكم. انتوا هتجيبوه هتقشروه وهتولعوا الفرن على درجه عاليه، بعد كده تدخلوه في الفرن من ربع ساعه لتلت ساعه، ما بياخدش اكتر من كده في الفرن. ما شاء الله جميل اهو. شايفين زبده ازاي؟ ما شاء الله طري وجميل مش ناشف. ماشي، وان شاء الله باذن الله لما اروح عند والدتي ربنا يديها الصحه ويشفيها لي ويخليها لي يا رب هي ووالدي. هخلي اخويا ان شاء الله وهو بيعمل على الفحم هخليه يوريلكم الطريقه بالظبط هو بيعملها ازاي، بتطلع تحفه وجميل. بنقعد بقى كلنا طبعا حواليه وبيقعد يعمل لنا بصراحه الذره دوت. ربنا يا رب يخليه لي كده ويكمل له على خير يا رب بفرحه. وبالله عليكم محتاجه دعوه منكم لجوزي ان ربنا يشفيه لي ويخليه يا رب ويكمل شفاه على خير. بالله عليكم الدعوه ديت محتاجاها منكم. ماشي حبايب قلبي، ويا رب بس ما كنتش طولت عليكم الفيديو حبايب قلبي. وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، وما تنسوش تدعموني وما تنسوش تدعولي وما تنسوش تدعوا لوالدي ووالدتي ولجوزي ربنا يشفيهم ويخليهم لي يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.